ايه ده؟ ازاي؟ كيف؟ ازاي بيعمل كده؟ كل دي اسئلة واكتر بنسألها لنفسنا واحنا بنتفرج على الملاكم العجيب ده. هنعرف كل حاجة عنه النهاردة. فاليوم جيرفونتا ديفيز هيتحلل تحت الميكروسكوب. ملاكم صاحب مستوى عالي قوي من الذكاء، اسلوب استغلال الاخطاء لاعلى درجة. ولكن قبل ما نبدأ اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. للي بيشوفوني اول مرة، انا كوتش مهند، بقدم لك كل اللي بتحتاجه في عالم الملاكمة مستندا الى العلم وبطريقة سهلة وبسيطة. وعشان نحلل الراجل ده هنبدأ من البداية خالص، من الوقفة، من وقفة البوكس الخاصة بيه. جريفونتا أشول يعني أعصر، وعادة ما بيستخدم الفيليشيل. ومع ذلك أكثر حاجة مثيرة للاهتمام في وقفة الملاكمة بتاعته وهو استخدامه المثالي لللونج جارد. طب ليه ده غريب ومثير للاهتمام؟ لأن جريفونتا كله على بعضه كده 165 سنتي، حتة قصيرة كده طول أخوك الصغير، فمن النادر إن ملاكم قصير يستخدم اللونج جارد. ومع ذلك العفريت ده بيوظف التقنية دي بشكل رائع لقياس وضبط المسافة ما بينه وما بين خصومه الأكبر حجما في الغالب. بص وشوف بيعمل ايه وتعلم. بص بيحط ايده ازاي وبيظبط مسافاته ازاي. طب ايه هي سر قوة لكماته المتفجرة دي؟ السر هنا في تغيير المستويات. طب يا كوتش تقصد ايه بتغيير المستويات؟ اما بتيجي تركز شوية وتبص لضرباته القوية هتلاقيه بينحني قليلا او بينزل تحت شوية قبل ما يضرب ضربته. بيغير المستوى من تحت لفوق. هو اصلا ربنا مديله هبة ان ايده قوية. لما بيغير مستوياته دي بياخد قوة زيادة من الارض وبتبقى ضرباته صواريخ بشرية. ورغم انه مقاتل قصير الا انه بيوظف رجله توظيف مثالي في توليد اقصى قوة من الارض. Watch the feet, Jen my feet, watch the feet, Jen. والاستراتيجية دي هي اللي بيستخدمها المقاتل العظيم مايك تايسون وهو بيواجه خصوم أطول منه. But everything seems to spring from your legs and your stomach. Is that true? Yeah, I used to punch with the snap, my shoulders and my legs, and bringing the punches together with accuracy and precision. فهو بيستخدم رجله دي علشان تدفعه لقدام أو تدفعه اتجاه الضربة نفسها، وبيقدر بقى يستخدمها في لكمات كتير مختلفة. وعندنا هنا مثال رائع على الموضوع ده وهي الجاز الهوك أو الليد هوك، اللي هو بيحط هوك مع النطة لقدام. بص كده، بص وركز بيعمل جسمه شبه السوستة ازاي، بياخد القوة كلها من الأرض ويدفعها في وش خصمه. وعندنا هنا مثال كمان برضه اهو، لكمة تعتبر من أقوى لكماته وهي الأبر كات. دراسة الخصم واستغلال الأخطاء. أكتر حاجة بتميز جريفونتا وبتخليه متفوق هي مدى براعته في استغلال أخطاء خصومه. وهنا أثناء الكلينش خصمه فقد تركيزه وفضل مهتم بالكلينش ونزل إيده. حاجة بسيطة هي تحس إن محدش هياخد باله منها، بس بص في الكلينش اللي جاي اللي بعده على طول هيعمل إيه ابن الجنية. فهو مش مجرد ملاكم طائش وقوي كده، لا ده فنان وذكي في الضربة القاضية. عادة هتلاقيه بيبدأ كل جولة بالتنقل كده حوالين الحلبة وتحليل ردود أفعال خصمه، وحركاته الجانبية على الحبال دي في الغالب مش بيلاحظها أي حد، ولكنها بتلعب دور محوري في استراتيجياته. شوف هنا بيتحرك ازاي ومسترخي وبيرقص والدنيا جميلة، فهو بيستمتع بلعب الملاكمة. فهو واثق جدا في تحركاته اللي حوالين الحبال دي، وفي الوقت ده بقى باستخدام التمويه بيبدأ في جمع كل البيانات اللي هو محتاجها. What he does is, we said it at the beginning of the show, he collects data early in
a fight, not to be a boxer, but to find a way to knock you out. فبعد ما بياخد وقته ويجمع بياناته ويجمع معلوماته، بيبدأ بقى هنا في تنفيذ خططه ومفاجأة خصومه. Sanchez could do the approach from voyages of PBC. I haven't seen. We've seen ones and twos. We haven't seen those combinations. Yeah, Davis didn't want any part in touching gloves again. He says, "I got some more cuts." Oh, and a second one. واسمع كارمل موتن بيقول عليه. He move around more and he wait and he explode with shots. He like to fight in spurts. فهو بيحب انه يقاتل على شكل اندفاعات متقطعة، وبمجرد ما يفهم طريقة خصمه يقوم مفجر القنبلة على طول. طبعا كلنا بنمدحه على الهيد موفمنت بتاعته، ولكن لازم نعترف ان مهارات البارز بتاعته اللي هي دفاعات اليدين استثنائية جدا. Can turn up the heat. Now he's looking to push and press and wants the winner. Slipping away from it. He can connect in the volley. In the force. Shove. So far. Boy's been down in the fight. ردود أفعاله السريعة وانعكاساته بتمكنه من إبعاد لكمات الخصم، خصوصا من المسافات البعيدة. والباري الخاص بيه بيمكنه من عمل كاونتر اتاك سريع جدا دون الحاجة لتغيير موقعه، من وهو لسه واقف في مكانه يحط كاونتر اتاك شبه الصاروخ بالظبط. Throughout the course of the course here this evening, we're going to recap some of the tops right now by Gervonta. Both fighters lands his head back with a left. Nicely. Just thought Santa Cruz was going to fold from his. رغم انه في معظم نزالاته بيفضل مركز وبيحلل خصمه، الا انه احيانا بيفقد تركيزه في بعض اللحظات المهمة، وهذا الفقدان للتركيز بيخليه يتلقى ضربات نظيفة ملهاش لازمة. ومع ذلك هيفضل تانك ديفيز واحد من فنانين النوك اوت في العالم كله، فهو ملاكم متكامل بمعنى الكلمة. نتمنى ان احنا نشوفه تاني في الحلبة، ولكن مع ملاكمين بجد، مش زي الواد الهلس اللي اسمه جيك بول ده. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو استفدت منه اي حاجة فتفيد اخوك باللايك والشير. صدقني لايك شير كومنت هو ده الدعم اللي انت تقدر تعمله، وانا مستنيه منك. كان معكم اخوكم ومنكم الكوتش مهند.